السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة جايلكم بوصفة عيش من اجمل والذ الوصفات اللي انتم ممكن تجربوها، الخبز التركي، بطريقة اعداد بسيطة جدا ومكونات متوفرة في كل بيت، بدون سمنة ولا زبدة ولا بيض. كمان شكله يبان صعب شوية لكن طريقته بسيطة جدا، اي حد يقدر ينفذ الوصفة دي على طول. بيتقدم مع فطار او سحور جنب اي اكل انت عاملاه. الطعم بتاعه كويس جدا، كمان مناسب لو عندك عزومة حطيه جنب الاكل بتاعك. شكله حلو جدا، كمان الطعم بتاعه حلو قوي. ونبدأ ونسمي الله، بس يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة هنحتاج كوباية من اللبن الدافي، وينفع تستبدلي كوباية اللبن دي بكوباية من المية وتعجني بمية بس وهيطلع كويس جدا معاكي. لكن انا هعمل خليط بين اللبن والمية علشان العيش يطلع الطعم بتاعه يكون افضل وكمان يكون مغذي. هزود عليه باكت من الخميرة او معلقة كبيرة. هزود كمان معلقتين كبار من السكر. هضيف كمان ربع كوباية من الزيت. هنزل بنص الكمية دلوقتي والنص التاني هضيفه اخر العجن. هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض، ولو مش متأكدة من نوع الخميرة اللي انت مستخدماه كويس اعملي لها قبل ما تضيفيها تيست علشان تتأكدي ان الخميرة شغالة كويس. وهنزود عليهم 5 كوبايات من الدقيق الابيض جميع الاغراض يكون منخول كويس. وهنضيف رشة ملح صغيرة، وبعدين هنقلب الدقيق كويس جدا مع المواد السائلة. وهنحتاج كمان كوباية الا ربع من المية الدافية، هننزل بيها تدريجي لغاية ما العجينة تلم معانا. هننزل في الاول نص كوباية من المية وهنسيب الربع كوباية لو احتاجناها اثناء العجن هنضيفها. وبعدين بنخلط الدقيق مع المية والمواد السائلة كويس جدا بالمعلقة. وبعد كده بنعجن بايدينا حوالي كده 3 دقايق، مش كتير. العيش ده مش بيحتاج ان هو يتعجن كتير، بس يفضل ان العجينة بتاعتك تكون طرية وبتلزق شوية علشان تديكي نتيجة افضل بعد التسوية. وزودت كمان ربع كوباية المية، بس انت ممكن ما تحتاجيهاش او ممكن تحتاجي اكتر من كده او اقل من كده من المية حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه، لان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل. فننزل بالمية تدريجي، بس اهم حاجة ان العجينة تكون طرية وبتلزق شوية زي ما انتم شايفينها كده. واخر حاجة هنزود بقية كمية الزيت اللي معانا، وهنعجن العجينة لغاية ما تشرب الزيت كويس. وبكده تكون العجينة جاهزة معانا. العيش ده ما شاء الله عليه ما بيحتاجش وقت عجن كتير. هندهن وش العجينة بزيت، الزيت بيسرع في عملية التخمير. وبعدين هنغطيها بكيس ونغطيها بفوطة ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة او حسب المكان والجو عندك. اهم حاجة تزيد في الحجم بتاعها. وبعد ما العجينة خمرت هنفضي منها الهواء ونبدأ نقطعها لقطع تكون متساوية، كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك. ولو العجينة طرية معاكي بزيادة ادهني ايدك دهنة من الزيت علشان تعرفي تتحكمي فيها. وكمان ادهني الرخامة اللي انت شغالة عليها دهنة بسيطة من الزيت علشان ما تلزقش فيها. وبتجهزي الصواني او السجان اللي هتعملي فيها العيش جنبك، علشان اول ما هنقطع العيش هتحطيه على طول في قلب الصاج او الصينية. والصاج ده انا مش دهناه اي حاجة لان العجينة مش طرية قوي زيادة عن اللازم. لكن لو العجينة بتاعتك جت معاكي طرية ممكن تدهني الصاج دهنة من الزيت علشان العجينة ما تلزقش فيه. وبعد ما قطعت العيش بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، عملوا معايا 5 ترغفة من العيش. الحجم بتاعهم كبير شوية، ممكن تصغري عن كده لو انت حابة. رصيتهم في الصاج وبسيب مسافة بين كل واحد والتاني لان العيش لسه هيخمر تاني. وبغطيهم علشان الوش بتاعهم ما ينشفش، وهسيبهم لمدة 10 دقايق علشان يخمروا كويس. وبعد ما العيش خمر معانا بالشكل ده كده نبدأ بقى نفرد العيش. هنفرد العيش على شكل دايرة او على شكل طولي زي ما انت عايزة. وانت بتفردي العيش ما ترققهوش علشان يطلع معاكي كويس، خلي كده السمك بتاعه 1 سنتي. هنا بقى وانا بفرد العيش حسيت ان الصاج مش هياخد ال4 ترغفة، فهشيل رغيفين وهعملهم في صواني بس. وانت بتشيليه شيليه بالراحة علشان الخمر بتاعه ما يروحش. والصواني دي علشان هي ستانلس فدهنتها دهنة من الزيت علشان العيش ما يلزقش فيها.
وانت بتفردي العيش افرديه من جوه لبره، وكمان حاولي ان انت تخلي سمك رغيف العيش كله قد بعضه. ورغيف العيش ده كنت عاملاه كبير شوية علشان عايزة اعمله على شكل طولي. هفرده كويس وبعدين هغطيه واسيبه علشان يرتاح شوية. ونبدأ بقى بأول صاج احنا فردناه، هيكون خمر معانا كويس علشان نبدأ نشكله بالشوكة. وهنعمل في رغيف العيش من الحروف شكل دايرة، وهنعمل في قلب رغيف العيش خطين بالشوكة، وبعدين هنقسمهم على شكل مربعات زي ما انتوا شايفينهم، او ممكن تعملي اي شكل عشوائي انت حباه وهيطلع معاكي شكله حلو جدا في الاخر. وممكن تستبدلي الشوكة بصوابع ايدك وتعملي العيش بايدك وهيطلع معاكي بنفس الشكل بالظبط. وعقبال ما بنخلص كل كمية العيش بيكون اول صاج احنا عملناه خمر معانا شوية، بس تكوني مغطية وش العيش طول الوقت علشان ما ينشفش معاكي. نشوف بقى الدهان بتاع الوش. انا بدهن اي معجنات انا بعملها بشوية من اللبن الحليب ومعلقة من السكر. الدهان ده حلو قوي للمعجنات، بيخلي اللون بتاعهم حلو جدا. بندهن وش العيش كويس جدا وبعدين بنضيف عليه رشة من السمسم وحبة البركة، او ممكن تسيبيه سادة او تحطي حاجة واحدة سمسم او حبة البركة زي ما انت عايزة. نشغل بقى الفرن يسخن علشان نشوف تسوية العيش المظبوطة. انا هسوي العيش في فرن الغاز. بشغل الفرن يسخن كويس جدا من فوق ومن تحت على الهادي، وبعدين بدخل فيه العيش. والعيش بيقعد في الفرن 10 دقايق على نار تكون هادية. وبعد مرور 5 دقايق من تسوية العيش بنعلي النار من فوق شوية، وبنحرك الصواني علشان العيش ياخد كلاته لون موحد. ولو هتشتغلي في فرن البوتاجاز نفس النظام، هتشغلي الفرن بتاعك على نار تكون هادية درجة حرارة 180، يسخن كويس جدا. بعد كده هتدخلي فيه العيش. ولو فرن البوتاجاز بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت مع بعضه يكون افضل، لكن لو بيشتغل من حاجة واحدة بس هتسيبي العيش لما يستوي من تحت وياخد اللون، وبعد كده هترفعيه تحت الشواية مع المتابعة. واول ما العيش بيخرج معانا من الفرن بنغطيه بفوطة لمدة 5 دقايق علشان يرتاح من حرارة الفرن، وبيكون جاهز معانا على التقديم. ريحته اثناء التسوية السمسم وحبة البركة ما شاء الله عليهم مدية للعيش ريحة حلوة جدا. كمان العجينة بتاعة العيش الطعم بتاعها بجد غني قوي. وشايفين العيش واخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت، وقد ايه طري جدا وخفيف جدا في ايدك. وشايفين رغيف العيش اللي احنا عاملينه بالطول شكله حلو قوي. شكلوا منه، اعملوا شوية مدورين وشوية بالطول، شكله حلو جدا. ومش الشكل بس، الطعم كمان حكاية. جربوه بجد هيعجبكم. وزي ما قلتلكوا في اول الفيديو بيتاكل مع اي حاجة انتوا عاملينها، حتى كمان لو هتاكلوه سادة كده طعمه بجد حلو قوي. ولو عايزين تحتفظوا بيه في الفريزر هتسيبوه لما يبرد، وبعدين تحطوه في اكياس وتقفلوه كويس وتدخلوه الفريزر قبل الاكل كده بربع ساعة. هتخرجوه يبرد شوية وهيكون جاهز معاكم. نقطع بقى العيش علشان نشوف شكله من جوه قد ايه هش جدا، مش مكتوم وطري وطعمه حلو قوي. يستاهل ان انتوا تجربوه. كمان مقاديره بسيطة جدا، ان شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بنفس الطريقة والمقادير، ان شاء الله تعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.